بقالي سنة بدخل صحابي على أمي ومراتي أوضة النوم من غير ما يكتشفوا أو حتى يحسوا إن حد بيدخل له. بيقولي مشكلتي إن أنا راجل مش كويس، وللأسف بحس بتأنيب الضمير جدا اتجاه مراتي ومامتي، وفي كل مرة بحاول أتعالج ألاقي نفسي برجع أسوأ من الأول، لحد ما الموضوع وصل عندي إدمان بمعنى الكلمة. ما بقتش قادر لا أبطل ولا قادر أمتنع عن اللي أنا فيه، وللأسف الموضوع بيسيء أكتر. أصل أنا راجل بيستمتع بنظرة قوي الرجالة لحريمه، يعني بستمتع لما الاقي ان الرجالة كده يبصوا على الحريم اللي في ايدي عاملة ازاي ونظراتهم ليهم بتكون ازاي. بحب جدا النظرات دي وببقى عجباني اول درجة ان انا بكون مرتاح، ومش عارفة اقول لكم ببقى حاسس كمان بايه. بس بصراحة الموضوع كان عاجبني، بس في نفس الوقت بحس بتأنيب الضمير وبلاقي نفسي ان انا مش قادر، بس ارجع واقول لا انا عاجبني الموضوع ده. كل ما هقول لي يا واد بطل وارجع لعقلك واعرف انك اللي انت بتعمله ده غلط وحرام، الاقي نفسي رجعت اسوأ وترجع ريمة لعادتها القديمة. وفضلت مستمرة على الحال ده لحد ما بدأت أعمل حاجة تانية خالص، وهي إني بعزم صحابي عندي في البيت. ولما بعزمهم عندي ببقى شايفهم لما بيبصوا لمراتي أو لمامتي بنظرات عاملة ازاي. كان بتعجبني أوي النظرات دي، لدرجة إن قبل صحابي ما يجوا بقول لمراتي جهزي بقى الدنيا وظبطي كل حاجة، وعايز كل حاجة تكون تمام. أصل صحابي جايين يقعدوا معايا وما ينفعش يلاقوا حاجة ناقصة عندي، ولازم يلاقوا كل حاجة كويسة. قالت لي من عيني حاضر، هعمل لك اللي انت عايزه. وكنت فعلا اخليها تعمل كل حاجة. اصل انا قاعد مع مامتي في نفس الشقة، يعني مامتي ومراتي في نفس الشقة مع بعض، وكنت فعلا الاقيها مجهزة كل حاجة. ومش بس كده، كانت تقولي طب هدخل البس بقى حاجة واسعة ولا حاجة والبس الطرحة علشان خاطر لما اجي اقدم لهم حاجة ولا كده. كنت اقول لها لا يا حبيبتي عادي، ما فيهاش اي حاجة، اقعدي زي ما انتي لو انتي عايزة. كانت تقولي ما ينفعش، ازاي بتقولي كده وازاي حتى هعمل كده. اقول لها يا ستي فيها ايه، انا اللي بقولك اقعدي براحتك. وكنت فعلا بخليها تقعد براحتها. كانوا صحابي ييجوا وانا فعلا كنت ببقى قاعد معاهم، وكنت اخلي مراتي تقعد وكمان مامتي تقعد. وفضل الحال مستمر على كده كتير، لحد ما في مرة لقيت صاحبي بيكلمني وبيفاجئني بطلب غريب جدا، وهو ان احنا كنا بنبعت صور لبعض ستات، يعني في كده يعني، بس ستات من بتوع النت بقى والحاجات دي. فقال لي بقول لك ايه، بدل ما بتبعت لي ستات غريبة من بتوع النت او صورة لقيتها هنا ولا هنا ولا هنا، طب اقول لك على حاجة احسن. قلت له قول لي عايز تقول ايه. قال لي ايه رايك لما تبعت لي صورة لمراتك. ايه، مراتي؟ ايوه مراتك طبعا، ما انا قلتلكم انا راجل بيحب قوي استمتع بنظرة الرجالة لمراتي ومامتي. وفعلا بقيت اعمل كده، ابعت له صور مراتي وهو بقى يبعت لي صور هو كمان من عنده، وبقينا نتبادل الصور مع بعض. وفضلنا على الحال ده. كنت دايما اصور مراتي من غير ما تحس، وهي بتغير وهي بتعمل ايه وهي بتسوي ايه وهي وما كانتش طبعا متضايقة يا اخوانا، ما انا جوزها، يعني عمري ما هعمل لها حاجة غلط او حتى وحشة، ولا هيجي في بالها ابدا اللي انا حتى بعمله. المهم الحال مش بس كده،
الحال كان بدأ يتطور بأكتر من كده لما لقيت صاحب تاني خالص بيحب الستات الكبيرة وليهم قوي في الستات الكبار. وساعتها قال لي ما تبعتلي صورة لمامتك. طبعا بدأت أعمل كده وبدأت أصور مامتي، وفضل الحال مستمر على كده كتير. بقيت أصور في مامتي وأصور في مراتي وأبعت لصحابي. ومش بس بيكفيني كده، أنا كنت بعزم عندي صحابي في البيت وأخلي أمي ومراتي يقعدوا قدامهم، وطبعا كنت ببقى شايفهم وأنا من جوايا مبسوط جدا ومستمتع وعجبني قوي الوضع ده، لدرجة ان انا بكون مرتاح قوي كده، لدرجة ان انا اللي بكلمهم وخطط معاهم هيجوا المرة الجاية امتى. وطبعا كنت حابب قوي الوضع اللي انا فيه، لدرجة ان في مرة ماما حست اني انا بصورها، وساعتها قالت لي هو انت موجه الموبايل عليا كده ليه؟ لا يا ماما انا مش موجه الموبايل عليكي ولا حاجة. لا انا متأكدة ان انت كنت موجه الموبايل عليا. لا لا خالص والله، ولا موجه الموبايل ولا حاجة، ما فيش اي حاجة. قالت لي مش عارفة بس انا حاسة ان انت كنت حاطط الموبايل عليا كده كأنك بتصورني. لا ما بصوركيش، اصورك ايه الكلام ده؟ لا طبعا ما فيش الكلام ده. طيب ماشي. طبعا برضه مش هتدي اخوانها لابنها، بس الموضوع برضه استمر على أكتر من كده. بقيت يوميا أبعت صور ليهم، وبقيت يوميا أتكلم مع صحابي كده، وبقيت أنا متضايق قوي. بقيت أبص لأمي وأبص لمراتي وأنا حاسس بتأنيب الضمير اتجاه كل حاجة أنا بعملها، وحاسس إني أنا بجد اللي بعمله ده كله غلط، وإني ما ينفعش أعمل كده. بس كنت أرجع والاقي نفسي رجعت تاني اتكلم. اجي مثلا ابطل الاقي صاحبي يقولي ايه يا ابني بقالك فترة ما تبعت لنا صور، يعني ايه اللي غير ده كله؟ هو انت نسيتنا ولا ايه؟ كنت الاقي نفسي برجع زي الاول واسوأ، واقوم بعت لهم صور. وفضلت على الحال ده كتير، وحقيقي الموضوع بدأ يضايقني لدرجة ان انا بقيت حاسس ان مراتي عينيها فيها شك ليا، وبقيت هي كمان ملاحظة اللي انا بعمله، وبقيت تقولي هو انت بتعمل ايه في الموبايل؟ هو انت في حاجة؟ لا هعمل ايه يعني في الموبايل؟ ما بعملش حاجة. اصل حاسه ان الموبايل جاي كده كانه تصوير ولا حاجه. لا لا تصوير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ هصور ايه؟ ده انا بلعب زي ما انت شايفه اهو. بتلعب يعني؟ ايوه بلعب، اكون بعمل ايه يعني وانتي دماغك راحت لفين؟ لا ما راحتش الحته، انا بسألك بس عادي يعني في ايه؟ لا ما فيش اي حاجه، زي ما بقولك انا كنت بلعب بالموبايل وزي ما انت شايفه. طيب تمام ماشي. طبعا انا كنت شايف ان هي شاكة، وفي نفس الوقت على جانب تاني لقيت مامتي بتقولي نفس الكلام. فاللي هو انا بقيت حاسس ان هم شاكين فيا، بس مش قادرين يمسكوا عليا حاجة، او بمعنى اصح مش قادرين يصدقوا حاجة زي دي، او ان انا ممكن اصورهم واعمل كده. وهعمل كده ليه؟ طبعا ما بقيتش عارف انا المفروض اعمل ايه. وحقيقي الموضوع عمال يزيد وعمال يتطور، وانا من جوايا متضايق قوي. انا مش وحش للدرجة دي، بس النقطة دي انا مش فاهم هي ايه، مرض ولا ايه اللي عندي؟ انا حقيقي مش فاهم. بقيتش قادرة افهم نفسي ولا افهم حتى ايه اللي بيحصل فيا. وطبعا حقيقي ما بقيتش عارف اعمل اي حاجة او حتى اتصرف ازاي. ارجوكم قوليلي حل وقولولي اتصرف ازاي. انا عارف ان ناس كتير هتجرحني بالكلام، وعارف ان ناس كتير ممكن تأذيني، بس انا بجد تعبت من اللي انا فيه والوضع اللي انا وصلت له. ما بقيتش عارف انا المفروض اعمل ايه، او حتى احل اللي انا فيه ده كله ازاي. ارجوكم قولولي اي حل او اي طريقة اخرج بيها من اللي انا فيه، عشان انا بجد مش عارف. انا من جوايا متدمر وحزين قوي على اللي انا وصلت له. وطبعا دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة من صاحب المشكلة على رسائل الصفحة، وزي ما انتوا سمعتوا مشكلته بالظبط. مش فاهمة ازاي
انك انت كراجل تقبل على نفسك انك انت تصور مراتك وتبعتها رجالة غريبة؟ ويا عالم ممكن يعملوا ايه بالصور دي؟ ما فكرتش ان الصور دي ممكن تأذي بيها مراتك او مامتك او اي حد؟ ما فكرتش ان ممكن صحابك يعملوا بيها حاجات مش كويسة؟ زي ما احنا شايفين دلوقتي السوشيال ميديا اتطورت بشكل كبير لدرجة انها بقت مخيفة قوي، بقت قادرة تغير كل صورة تخليها صورة سيئة جدا ويعملوا اللي هم عايزينه. فالموضوع بقى مخيف، مش مجرد لعب عيال، لا، بقى فيها حاجات مخيفة جدا بمعنى الكلمة. انت كراجل ازاي تقبل انك انت عرضك شرفك انك انت تعرضه للناس بالشكل ده؟ ازاي تقبل انك انت اصلا توافق تعمل حاجات زي دي؟ حتى لو هما كانوا قالولك كده كان لازم توقفهم عند حدودهم وتقول لهم اللي انتوا بتقولوه ده ما ينفعش، وانكم ما ينفعش تطلبوا مني كده. مش تبقى فرحان؟ فرحتك بايه؟ فرحتك انك انت راجل غريب بيبص على جسم مراتك وهي في اوضاع مختلفة ومش من حق حد تاني يشوفها؟ فرحتك انك انت بتبقى مبسوط وانت شايف نظرة وقحة، نظرة وحشة في عين راجل تاني تجاه مامتك او تجاه مراتك او تجاه اي حد؟ طب ما فكرتش ان الموضوع ده ممكن يتطور؟ طب ما فكرتش بعد كده انك انت لما تخلف اولاد هيحصل ايه؟ ما فكرتش ان ممكن يحصل في بنتك ايه لو جالك بنت وحصل فيها حاجات من دي؟ لو حتى لو انت ما عملتش فيها كده وحد تاني اللي عمل فيها كده، تفتكر انت هتقدر تستحمل؟ هو احنا ليه يا جماعة بقينا نغلط وبقينا فاكرين خلاص كده مفيش حاجة هتحصل؟ لا، انتوا غلطانين. في حاجة اسمها كما تدين تدان، في حاجة اسمها كاس بيمر على الكل والكل لازم يجي دوره علشان يشربوا منه. واحنا للأسف كلنا هنشرب من الكاس ده، إذا كنا هنشرب منه الحلو أو الوحش، لأن كل حاجة بتحصل بتبقى نتيجة أفعالنا. مش متخيل إن أنت ممكن يحصل لك حاجة وأنت بتعمل الذنوب دي كلها في حق مراتك اللي واثقة فيك ومأمناك واللي شايفاك إنك أنت سندها وظهرها في الحياة، وفي الآخر أنت اللي المفروض سند ليها بتأذيها من غير ما تعرف؟ مش شايف انك انت كده غلط؟ انت كده بتعمل حاجة وحشة جدا، حاجة صعبة مفيش حتى عقل يقدر يتخيلها. انت لازم توقف اللي انت بتعمله، لازم توقف كل حاجة انت عملتها وتستغفر وتتوب لربنا وتعمل كل حاجة انت عملتها وحشة تحاول ان انت تصلحها للأحسن، تحاول ان انت تبقى شخص كويس. قرب من ربنا وصلوا. يا جماعة انتوا بجد ليه بعدتوا قوي كده عن ربنا؟ كل المشاكل اللي بقت تجيلي دي سببها البعد، سببها بعدنا عن ربنا، سببها ان احنا مش قريبين، سببها ان قلبنا مفهوش حب لطاعة الله، سببها ان مفيش في قلبنا حب ان احنا نجري اول ما نسمع الاذان كده نروح نصلي. كل المشاكل اللي بتيجي دي بتبقى سبب بعد عن ربنا، لان اللي قريب من ربنا عمره ما بيقع في الغلط، لان ربنا بيكون محصنه وحافظه وعمره ما بيخلي الشيطان يحاول حتى يقرب منه. ولو الشيطان حاول للأسف بيفشل، لان بيكون حبه وقلبه مليان بالإيمان اتجاه ربنا، مش اللي هو اول ما يبقى عايز في طريق غلط جاي قدامه يلا حلو قوي نمشي في الغلط نعمل كل حاجة غلط. طب واخرتها ايه؟ طب ما فكرتش في يوم من الايام انك انت ممكن يحصل لك حاجة وتموت وانت مقصر في حق مامتك ومراتك؟ ما فكرتش لما تقف ما بين ايد ربنا ساعتها هتواجهه وتقوله ايه؟ هتقوله انا ببيع لحمي وشرفي وعرضي، هتقوله انا مبسوط وبستمتع، واخرة استمتاعك ده ايه؟ هل استمتاعك ده هيكون ايه؟ اخرك هتستمتع نص ساعة؟ طب وبعد الاستمتاع ده
أكيد بتكره نفسك. طب وليه توصل لكل ده ونبقى كارهين نفسنا ومش طايقين حتى حياتنا، لدرجة ان احنا نبقى حاسين بتأنيب الضمير اتجاه الناس اللي قريبين مننا؟ مامتك طبعا هي مش متخيلة ان ابنها ممكن يعمل فيها حاجة وحشة، وعلشان كده مدية الأمان. مراتك مش متخيلة انك ممكن تعمل فيها حاجة وحشة، وعلشان كده هي كمان مدياك الأمان. مش معنى كده ان هما مدينك الأمان انك تخون. ليه بقينا ندي الإيمان الكافي للأسف في الآخر بنلاقي ان احنا بيتردلنا كل ده بشكل غلط؟ توب، استغفر ربنا. لو انت شايف ان انت مش هتقدر تبطل كده، يبقى روح عالج نفسك. انت اكيد محتاج تتعالج، او محتاج تتعرض على دكتور نفسي يظبط لك كل اللي انت فيه، لان اكيد دي اسبابها مشاكل نفسية او مشاكل ما خلتك ان انت بقى عاجبك الموضوع ده. فانت لازم تتعالج من اللي انت فيه. روح لدكتور، مش عيب. العيب ان انت تفضل مستمر في الغلط اللي انت بتعمله. انت صلح من نفسك، صلح من نفسك علشان انت بتعمله غلط، واستغفر من قلبك بجد، وروح لدكتور يمكن يقدر يعالجك. مفيش حاجة مستحيلة، احنا اللي بنعمل الحاجة مستحيل، بس كل شيء جايز وممكن، وبإيدينا نعمل كل حاجة. طالما الإنسان فيه إرادة بجد هيقدر يوصل للي هو عايزه. وانت لازم تبعد عن الطريق اللي انت بتعمله ده، لان اخرته للأسف وحشة جدا. ودي كانت وجهة نظري، ولو حد عنده اي وجهة نظر تاني يسيبها في الكومنتات، ولو حد عنده اي مشكلة يبعتها لي على رسائل الصفحة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.